صباح الخير. النهاردة هنعمل حاجة بسيطة كده مع بعض. هنعمل مع بعض تحلية بسيطة. هنعمل رز بلبن. كلنا بنحبه، كبار صغيرين، والأطفال بيحبوه أكتر. ونزين بقى اللي احنا بنحبه. عندنا مكسرات، عندنا زبيب، أي حاجة الأطفال بيحبوها نعملها لهم. حاجة يعني مش هياخد معانا وقت. طريقته سهلة خالص وبسيط خالص، ما بياخدش وقت ولا بياخد مجهود. معانا كيلو لبن وكوباية رز. كيلو اللبن خد معايا كوباية الرز خدت معايا، مع كيلو اللبن خدت كوباية مية. اللي مش حابب يحط مية هيقلل الرز، هيعمل كوباية الا ربع رز. تمام. اللبن اول ما يغلي اللبن بنكون غاسلين الرز كويس، واول ما يغلي اللبن بننزل الرز على طول، رز مغسول كويس طبعا. وبعد كده بنهدي النار عليه ونسيبه يستوي براحته. وما ننساش كل 5 دقايق بنقلب الرز عشان ما يلزقش في الحلة. يعني كل 5 دقايق او كل 3 دقايق بنديله تقليبة على نار هادية ونسيبه لحد تلت ساعة كده اول ما يبتدي يستوي. هنا بيغلي هنوطي عليه ونسيبه براحته خالص ونقلبه كل شوية. تمام. معانا نص كوباية مية هنحط عليها معلقة من كريم شانتيه دريم ومعلقة نشا. وكريم الشانتيه ده بيديله طعم حلو، بيدي طعم حلو جدا وقوام حلو هو والنشا. الرز ما بيبقاش كده فيه لبن، يعني في الاخر كده بيبقى حاجة كريمية كده حلوة. هنخليهم كده هنقلبهم تقليبة حلوة ونشيل منهم التكتلات دي كلها، لازم يتقلب حلو وما يبقاش فيه التكتلات دي. ونخليهم على جنب لحد ما الرز يستوي كده. بعد تلت ساعة الرز ابتدى يستوي معانا، بعد ما كنت كمان حطيت له كوباية مية زي ما قلت لكم، لان كوباية الرز خدت معايا كوباية مية مع كيلو اللبن. هنحط نص كوباية سكر، والسكر طبعا حسب الرغبة. يعني في ناس بتحب الحاجة حلوة قوي فتزود سكر، دي برضو حاجة مهمة. معلقة سمنة بلدي، والسمنة البلدي بتدي طعم حلو للرز. تمام. وبعد ما نقلبها كده وتغلي غلوتين بس بالرز بالسمنة بالسكر والسمنة، هنحط بقى معلقة الكريم شانتيه والنشا اللي احنا دوبناهم في نص كوباية مية، ونقلبهم شوية ونغليهم غلوتين مش كتير، يعني غلوتين بس. وبعد كده نطفي عليهم. ده بيتحط اخر مرحلة يكون الرز استوى معانا وخلاص هنطفي عليه. بنحط المعلقتين دول مع نص كوباية مية، وكده صبناه في البولات وشكله جميل وبألف هنا وعافية. والزينة ديت على ذوقكم، مكسرات اي حاجة عندكم بتحبوها. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة، ويشرفني تعليقاتكم وردودكم عليا، وقولوا لي انتوا بتتابعوني منين، وانا اقبل منكم اي كلام تقولوه. لو عندكم نصيحة برضو بتنصحوني بيها في الفيديو انا نسيت اقولها او نسيت اعملها، كلنا بنستفاد من بعض وكلنا بنتعلم من بعض. مفيش حد بيخترع حاجة، احنا كلنا بنتعلم من بعض. اشوفكم على خير. باي.